قلت يا خلي تمهل، هذه بعض البشائر من معين الوحي جاءت عذبة تسقي الضمائر. مهما هبت رياح الرذيلة ستظل العفيفة رمز الثبات. هذه بشائر لمن عفوا أنفسهم عن الشهوات والمحرمات في زمن عمت فيه الفتن. شعارهم إني أخاف الله، دائما يرددون تفنى اللذاذة من نال صفوتها من الحرام، ويبقى الوزر والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. لن يساوي الله بين من عف نفسه وبين من ارتكب المحرمات والشهوات وهتك الأعراض ونسي أن الله يرى، لا يستوي. فمنزلتك أيها العفيف عظيمة ومكانتك خاصة، لذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. من وجهة نظري البشائر في العفة أنها ثلاثة أمور. أولا أن من ترك شيئا لله أبدله الله بخير منه. ثاني شيء أن هذه أعراض ناس، والواجب على الواحد أن يحافظ على أعراض الناس، وهذا ينعكس على عرضه لأنها دقة بدقة، ولو زدت لزاد السبب. ثالث شيء أنك باتباعك أو تخلق بالعفة تتبع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو القائل وما أتيت إلا ليتمم مكارم الأخلاق. من بوادر الخير والبشائر اللي تعم بإذن الله كل من يمنع نفسه عن الحرام ويحاول أن يجتنب عن فعل المحرمات هي البشارة الكبرى، بشارة جنة عرضها كعرض السماوات والأرض عدة للمتقين. هناك الكثير من البشائر، منها سلامة المجتمع من الفواحش، أيضا أن العفيف من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. قلت يا خلي تمهل، هذه بعض البشائر. يوسف عليه السلام كان شابا أعزبا عبدا مملوكا في قصر الملك، دعته امرأة الملك إلى الفاحشة فتزينت وتهيأت وغلقت الأبواب، فماذا قال؟ هل قال أنا شاب ضعيف هي التي دعتني؟ لا والله، قال كلمة ردت المكان ورفعته في أعلى الجنان، قال معاذ الله، يا الله ما أحلاها من كلمة. العفة نجاة في الدنيا والآخرة. تعرفون قصة الثلاثة الذين كانوا في الغار فانحدرت صخرة فأغلقت عليهم الغار، قالوا لن ينجينا إلا الله، بدأوا يدعون الله. واحد منهم دعا الله بدعوة عظيمة، قال ربي كانت لي ابنة عم أحب الناس إلي فأردتها على نفسها فامتنعت، وفي يوم من الأيام ألمت بها الحاجة فجاءتني فأعطيتها مالا على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت، فلما قعدت منها مقعد الرجل من زوجته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يقول فامتنعت عنها وهي أحب الناس إلى قلبي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت عنهم الصخرة بدعائه ومن معه. من خلال اتصال الشباب علي ما وجدت شاب عف نفسه إلا يالله يسر أمره، وفق في دراسته في حياته، كذلك ما وجدت فتاة عفت نفسها إلا الله سهل أمرها لزوج صالح يسر أمورها أزال همها غمها. ولذلك من يتأمل العفيفين والعفيفات وجد أن الله أعطاهم بعد هذا التوبة وبعد عفافهم لأنفسهم إلا ملأ الله حياتهم طمأنينة، الراحة، التوفيق، السعادة. ولذلك تجد أن الواحد إذا يبغى يعف نفسه، يبغى يترك الحرام، يبغى ينسى الماضي أو يستمر في عفافه في هذا الزمن الذي كثرت علينا فيه الفتن، لابد أنه يصبر، لابد أنه يجاهد نفسه، لابد أنه يغض بصره ويحفظ فرجه، لابد أنه يتجنب جميع وسائل التواصل اللي ممكن توصله إلى هذه المسألة، لأن الله يقول جل في علاه ولا تقربوا الزنا، أي اجتنب جميع الوسائل اللي ممكن توصلك إلى أنك تتنازل عن عفافك أو تتنازل فلانة عن عفافها وعن حيائها. أختي الغالية، أنت جوهرة ثمينة لك مكانة عالية، نعلم قدر الفتن التي تعيشينها، ولكن نذكرك بتلك الفتاة التي غاب عنها زوجها شهورا، فلما همت بالمعصية والفاحشة تذكرت الله وتذكرت حياءها وعفافها، فكانت تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي
والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. أيتها الطاهرة، اسمعي إلى هذه البشرى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. كلما هبت عواصف الفتن تساقط رداء العفة الساتر، وحده المؤمن يبقى كالطود شامخا. قلت يا خلي تمهل، هذه بعض البشائر من معين الوحي جاءت، عذبة تسقي الضمائر، عذبة تسقي الضمائر. قال هذا الهم آسر وبؤسه في الجو سائر، بين يأس وقنوط دمعه كالسيل هادر، دمعه كالسيل هادر. نورها غطى الدياجي، وقعها هز المنابر، صاحب البشرى تنادي هل ترى عبد يبادر، هل ترى عبد يبادر. قال هذا الهم آسر وبؤسه في الجو سائر، بين يأس وقنوط دمعه كالسيل هادر، دمعه كالسيل هادر.